ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل أيضا يتعلق بأول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأعماله التي قام بها في السنة الأولى من مقدمه للمدينة ومهاجره صلوات الله وسلامه عليه إليها. فبدأ بأعمال عظيمة أشار إلى جملة منها ابن كثير رحمه الله تعالى باختصار. وقبل ذلك أشير إلى أنه في هذه السنة توفي أسعد بن زرارة أبو أمامة، وهو أحد الستة الذين من الأنصار الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا عرضه صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسلموا وأتوا إلى المدينة دعاة إلى الإسلام، وبدأ على أيديهم يدخل الإسلام بيتا بيتا. فأبو أمامة أسعد بن زرارة ابن عدس رضي الله عنه كان من هؤلاء الستة. فكانت وفاته في أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام، أو في السنة الأولى من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. يقال أنه شرق أو شهق، وعلى إثر ذلك توفي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء أن عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنه ولد في هذه السنة، فكان أول مولود للمهاجرين في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان النعمان ابن بشير أول مولود للأنصار، بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال رحمه الله: فصل: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، أي تم بينهم معاهدات، وكانت أيضا جاء في بعض كتب السير أنها كتبت ولها بنود. قال: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه في أول الأمر، وكان قرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب السابقة وعلى يقين بنبوته. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أتاه مسلما وأعلن إسلامه، لكنه رضي الله عنه قبل أن يعلن إسلامه، والحديث في صحيح البخاري، قبل أن يعلن إسلامه قال له: إن اليهود، يعني معنى كلام أنهم يكذبون ويفترون، فأريد أن تدعوهم قبل أن أعلن إسلامي وتسألهم عني. فدعاهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: تشهدون أني رسول الله؟ أمرهم بتقوى الله ودعاهم إلى الشهادة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبوا ذلك، امتنعوا، أعاد عليهم، امتنعوا. فقال لهم: كيف فيكم عبد الله بن سلام؟ ما مكانته فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: حاشاه أن يسلم، يعني مقامه أرفع من ذلك. قالوا: حاشاه أن يسلم. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يسلم. عادها عليهم 3. فقال له عليه الصلاة والسلام: اخرج عليهم. فخرج عليهم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعلن إسلامه أمام الملأ.
وقال لهم اتقوا الله ودعاهم الإسلام، فقالوا كذبت، قالوا كذبت. فكانت قصة يعني عظيمة وعجيبة في إعلان عبد الله بن سلام مع مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، ولم يبالي بذلك كله، ودخل في دين الله وأعلن ذلك على الملأ. قال وأسلم حبرهم، الحبر هو العالم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم. وكانوا ثلاث قبائل مشهورة في المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وسيأتي معنا لاحقا نقض كل قبيلة من هذه القبائل للعهد الذي كان بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. واليهود معروفين في تاريخهم كله بالغدر والخيانة والكذب وعدم الوفاء، فهذه صفة بارزة لهم في تاريخهم كله. فكل قبيلة من هذه القبائل لم تفي بالمعاهدة والمعاقدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيأتي معنا لاحقا غزوه عليه الصلاة والسلام لبني قريظة، غزوه لبني المصطلق، غزوه لبني قينقاع. كل هؤلاء غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد نكثهم للعهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. بعض العلماء في كتب السير يذكر مؤاخاة أخرى قبل هذا بين المهاجرين والمهاجرين في مكة. ومن أهل العلم ومن المحققين منهم ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية وابن القيم في الزاد وغيرهما يرون أن المؤاخاة إنما كانت في المدينة، لأن أهل المدينة كانوا في يسر والمهاجرين كانوا فقراء، تركوا أموالهم وتركوا بيوتهم وتركوا مصالحهم فكانوا فقراء، وهؤلاء في تجاراتهم وفي مزارعهم وفي مساكنهم. فآخى بينهم عليه الصلاة والسلام ليحصل الارتفاق للمهاجرين والمعاونة والمساعدة لهم لمصلحة عظيمة. آخى عليه الصلاة والسلام هذه المؤاخاة، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة، إرثا مقدما على القرابة. وضرب الأنصار في هذا الباب 4 الأمثلة في إيثارهم، حتى إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الإيثار ونوه به وأشاد به في آية تتلى في كتابه سبحانه وتعالى. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ولو كان بهم حاجة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا ثناء عاطر وإشادة كبيرة بكرم الأنصار. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في ذكر كرم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قال صلى الله عليه وسلم ما ضر أحد أن يكون بين أبويه أو يكون بين بيتين من الأنصار. ما ضر أحد أن يكون بين أبويه أو بين بيتين من الأنصار، يعني إذا كان بين بيتين من الأنصار فهو مثل شخص بين أبويه في حدبهم ورعايتهم وكرمهم وإحسانهم وبذلهم وعطائهم. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مضربا للمثل. ومن يطالع كتب السير يجد يعني نماذج عجيبة في هذا الباب. من ذلكم قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه مع عبد الرحمن بن عوف
مع عبد الرحمن بن عوف، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فدعا عبد الرحمن بن عوف وقال له: لك نصف مالي، لك نصف مالي، وعندي زوجتين، اختر أحبهما أو يعني أكثرهما رغبة عندك، اختر يعني إحداهما أو اختر أولاهما عندك لأطلقها لتكون زوجة لك. جعل له الخيار، فقال: لا، دلوني على السوق. قال: لا، دلوني على السوق. وأصبحت هذه الكلمة العظيمة دلوني على السوق من أنفع ما يكون، بل إن كثيرا من الخلق رزقهم الله سبحانه وتعالى رزقا عجيبا بسماعهم لهذه الكلمة: دلوني على السوق. قال: لا، دلوني على السوق، يعني وين مكان السوق؟ فذهب إلى السوق وأخذ يعمل يتاجر، فرجع ومعه سمن وأقط كله ربح في تجارته. ثم لم يلبث طويلا حتى تزوج، فلقيه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أمهرتها؟ قال: نواة من ذهب. قال: أمهرتها نواة من ذهب. كل هذه بالسوق. قال: دلوني على السوق، وأخذ يعمل ويتاجر، وأربحه الله سبحانه وتعالى وحصل رزقا، أصبح عنده طعام، عنده غذاء من كسب يده، وعنده المهر لزوجته للزواج. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. فقال له عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاه. فالشاهد أن هذه الكلمة دلوني على السوق هذه كلمة عظيمة عظيمة جدا. فالرجل يعني عرض عليه هذا العرض أن يعطيه رضي الله عنه وأرضاه سعد بن الربيع، يعطيه نصف ماله ويتنازل له عن إحدى زوجتيه يطلقها، فلم يقبل هذا العرض، وآثر أن يحصل من كسب يده، وآثر أن يحصل من كسب يده، وقال هذه الكلمة التي أصبحت حقيقة كلمة عظيمة دافعة لخلق كثير جاءوا بعده، فحصلوا بفضل الله سبحانه وتعالى خيرا عظيما. الشاهد أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم ضربوا في هذا الباب، باب الكرم والسخاء والجود والإيثار والعطاء، أروع الأمثلة التي تذكر في التاريخ. قال: وفرض الله سبحانه الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين، على خلاف بين أهل العلم متى فرضت الزكاة، هل فرضت في أول الأمر، يعني في أول مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أو في السنة الثانية من الهجرة؟ قال: وفرض الله عز وجل الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين. كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، أعياه فرض الزكاة متى كان، لأنه ليس هناك يعني روايات واضحة في هذا الباب يجزم بها. وجماعة من أهل العلم يرون أنها في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الصيام، فرمضان فرض في السنة الثانية من الهجرة، ومثله كذلك الزكاة في قول جماعة من أهل العلم.